أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن نظام التصفيات الجديد المؤهل عن قارة إفريقيا إلى كأس العالم 2026. في البداية كأس العالم 2026 هيقام بنظام حديث ونظام جديد جدا على الفيفا. كأس العالم 2026 هيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، يبقى لأول مرة كأس عالم يقام في 3 دول مختلفة. الحاجة الثانية إن هيرتفع العدد من 32 منتخب في كأس العالم إلى 48 منتخب، وبالتالي قارة إفريقيا هيكون لها نصيب في زيادة عدد المقاعد من 5 إلى 9 مقاعد. لا بس هيكون كمان هناك فريق أو أفضل فريق كده في قارة إفريقيا هينافس على ملحق للفيفا للتأهل برضو إلى كأس العالم، يعني ممكن يزيد العدد والمقاعد الإفريقية للوصول لكأس العالم إلى 10 منتخب من منتخبات إفريقيا. والاتحاد الإفريقي بالتالي عمل نظام جديد للتصفيات للمنتخبات الإفريقية، هيكون مكون من 9 مجموعات، كل مجموعة هتكون من 6 فرق، ويصعد أوائل ال9 مجموعات مباشرة إلى كأس العالم. أما بالنسبة للملحق الإضافي فهيتاخد أفضل 4 منتخبات لأصحاب المركز الثاني في ال9 مجموعات كلهم، وهيبدأوا يعملوا تصفية كده ما بينهم، والفائز يتوجه إلى ملحق خاص بالفيفا على مستوى القارات. قد يكون هناك مقعد للقارة الإفريقية، ودي هتكون شيء كبير جدا وشيء مهم جدا لقارة إفريقيا، خاصة إن كأس العالم في قطر الماضية شفنا الفريق المغربي اللي شرف كل العرب وشرف كل إفريقيا في كأس العالم. طبعا ناس كتير جدا بعد الكلام اللي اتقال هيتكلم ان الفرصة اصبحت سهلة للمنتخب المصري، ظاهريا الفرصة اصبحت سهلة للمنتخب المصري في الصعود لكأس العالم القادمة، ولكن من وجهة نظري بقى ان هتكون برضو المسألة مش سهلة للدرجة دي، لان انت هتقابل في المجموعات 5 منتخبات من القارة. قد تلاقي نفسك بتلاعب منتخب النيجر، قد تلاقي نفسك بتلاعب منتخب رواندا، موريتانيا، والمسألة هتبقى صعبة جدا في افريقيا، لان زي ما احنا عارفين العملية هتبقى صعبة في السفر وفي التدريبات للمنتخب المصري، لان طبعا قارة افريقيا مش كلها عندها امكانيات، ومش كل المنتخبات عندها امكانيات من فنادق وملاعب تدريب والكلام ده كله، فالموضوع مش هيبقى من وجهة نظري سهل للدرجة اللي الناس شايفة ان المنتخب المصري خلاص هيبقى على رأس مجموعة وهيكون هو صاحب المركز الاول. لا، المسألة هيبقى فيها هتلاعب منتخبات في وسط وادغال القارة الافريقية. المنتخبات دي اكيد هتلاعبك في وسط اجواء شديدة الحرارة، هتلاقي نفسك بتلعب في اجواء سيول وامطار شديدة وجو مختلف خالص عن مصر، يبقى الموضوع مش سهل. لازم التركيز من المنتخب المصري للاعداد للفترة القادمة. هتبدأ التصفيات او المرحلة الاولى من التصفيات في شهر نوفمبر القادم في السنة دي 2023، واخر مرحلة والمرحلة الاخيرة من التصفيات المرحلة العاشرة هتكون في شهر اكتوبر 2025، يعني قبل بداية كأس العالم بحوالي 6 شهور. كل التوفيق للمنتخب المصري في الصعود لكأس العالم القادمة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.